واش عرفتوا شنو هو اخطر احساس ممكن تحسي به او لا تحس به؟ حياد عليا من ديك الى خدلوك اعز الناس ليك ولا تخلاو عليك ولا كاين اخطار اللي تيهرس لك الركابي، هو انك انت تخذل راسك، انك انت راسك يتلف عليك. دابا الناس كاملين تيهضروا على الخذلان وكيفاش الى الناس القراب اللي كتخلوا عليك، الالم اللي كتحس به. واي انا معاك بصح، راه فريمون الا ما لقيتي حتى شي واحد في ظهرك، الا لقيتي الناس اللي خاصهم نورمالمون يسندوك ما كاين حتى شي واحد، راه كتألم وكتحس انك انت بوحديتك في هذه الحياه. ولكن راه ما تتهرش، اتونسيون، اللي تيهرس فريمون هو راسك يتلف عليك، هو تفيق كل صباح ما كتبقاش تعرف راسك، كتولي تطيح عليك شي اسئله وجوديه، ما كتبقاش عندك نفس الاحلام، ما كتبقاش عندك نفس الاهداف، حتى الحماس اللي كتنغم خصك تفيق به كل نهار ما كيبقاش عندك. دابا وانا تنهضر شحال من واحد كيحس بهاد الهضره راه فريمون فيه وما حاسش براسو. علاش؟ لانه تتولي تالف في الحياه، تتولي فاقد الزمن، عندك الايام بحال كتولي حياتك كلها عباره عن باغي نرضي هذا، كتولي كتفهم في الشخصيات كاملين ديال الناس الا راسك ما كتبقاش تفهمو، باغي ندير المزيان مع هذا، باغي نفهم هذا، نسمع لهذا، الا راسك نقول لك دوز 2 دقائق مع راسك، اعطيني شنو تقول راسك، ما تقدرش تجلس مع راسك وتهضر مع راسك. الوقت كامل انت غير كتهرب، كتولي عايش ولكن انت راه كاع ما عايش، كتولي لدرجه انك تضحك عادي، اللي يشوفك تضحك عادي ولكن انت راه ما فرحانش، اللي يهضر معاك انت كتبين انت السوبر باور، انت قوي، انا شخصيتي كذا، انا كذا كذا كذا، ولكن انت راك تالف. انا نتعمق معاك راه لقاك تالف. انا ما غيفهموني الا الناس اللي هما في هذه الحاله. هذا اخطر احساس ممكن تحس به، هو راسك يتلف عليك راسك، ما تبقاش عارف شكون انت، ما كتبقاش عارف انت علاش عايش اصلا. هذا الاحساس كيجي لك غالبا بسبب صدمه كبيره، شي صدمه كبيره، كنهضر على الصدمات اللي فريمون كبار في حياتك، شي تحرش، شي عنف، شي فقد ديال شي انسان كان تيمثل لك الحياه كامله، فحال الوالدين، الناس اللي عندهم تعلق بالاباء ديالهم. كتوصل لواحد انك انت كتولي ما بينك وما بين الجنون غير واحد الخيط رفيع، كتولي فاقد الزمن، اي عايش ما بحال اليوم، بحال غدا، بحال البارح، انت كاع ما كاين هنايا. هذا هو الاحساس اللي حتى شي واحد ما كيهضر عليه، سميتو فقدان الهويه. واش حتى نتوما فاقدين راسكم وما حاسينش؟ شاركوني في التعاليق بالتجربه ديالكم.